ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حط لايك للفيديو. تعالوا بقى النهارده ميزانيه حلوه قوي قوي للشهر بقى، يعني حاجات كده جبتها في ميزانيه الشهر هشاركها معاكم. طيب تعالوا بقى كده. اول حاجه جبتها، جبت لحمه مفرومه جملي، ده نص كيلو، هقسمه على كيسين او هقسمه على طبقين، هيبقى كل كيس او كل طبق ربع كيلو. تمام. طب اللحمه دي عليها عرض يا بنات، لان المحل ده قريب مننا وجديد ولسه فاتح وكده، فعامل عروض حلوه قوي. عايزه اقول لكم اللحمه المفرومه ب 125 النص. جبت كمان حواوشي، الحواوشي عامل 100 جنيه النص. هو عامل عروض بكده، يعني هو بصوا مخفض الاسعار قوي قوي. بجد عايزه اقول لكم الحواوشي حلو جدا 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 فوق ما تتخيلوا. طعمه حلو قوي قوي، احلى من اللي انا بجيبه كمان من المكان اللي انا متعوده منه. فعجبني قوي قوي وقلت ان شاء الله اجيب منه تاني، حتى لو العروض خلصت وكده اتعامل معاه بعد كده، لانه بصراحه عجبني جدا. طيب يبقى كده احنا جبنا اللحمه المفرومه ب 125، ده نص كيلو، فقسمته على كيسين. مره بقى اعمل بشاميل، مره تانية اعمل جلاش، اعمل مكرونه باللحمه المفرومه، اعمل صينيه كوسه باللحمه المفرومه، بتبقى حلوه قوي قوي. تمام. والحواوشي ب 100. جبت كمان بقى نص بانيه، نص بانيه ب90. عايزه اقول لكم ما شاء الله والله العظيم نظافه رهيبه، يعني انا جايباه بجد حلو قوي قوي. جبت فرخه بلدي وفرخه بيضه. كل الموضوع ده عمل معايا 400 جنيه. يعني الفراخ اللي انا جايباها كده تقسيمتها كلها او تمنها كله 400 جنيه. اللحمه عامله 225، فكده كله عامل 625 جنيه. عايزه اقول لكم بجد ميزانيه حلوه جدا جدا. هتمشيكي فتره. احنا مش طول الشهر هناكل لحمه وفراخ بس، هناكل سمك. بس السمك انا مش بحب اجيبه، يعني يقعد عندي في الفريزر، فلما بعوزه بجيبه طازه يعني عموما. تمام. كمان ممكن نعمل رز بعدس اصفر، جنبها كده شويه سلطه وجنبها بيض مسلوق. ده يوم. ممكن يوم مسقعه وبطاطس محمره. ممكن يوم تاني نعمل أكلة شعبية بقى، اللي هو بطاطس مهروسة جنبها بقى بيض كده، جنبها عجة. بصوا أي حاجة كده هتمشي اليوم بتاعنا بقية الشهر. حلو. دي يعني أنا ممكن أضيف شوية حاجات وأصورها برضو معاكم في ميزانية الشهر من ناحية اللحوم والفراخ والكلام ده. طب انا ما جبتش لحمه صحيحه ليه؟ بصوا يا بنات، انا ممنوعه من اللحمه الصحيحه وانتوا عارفين، عشان رجلي وكده. بس طبعا اكيد مش هحرم ولادي، يعني هم ملهمش علاقه. انا بصوا انا يعني هتقولي ما انت جايبه لحمه مفرومه وجايبه كمان حواوشي. تمام. بس انا ما جبتش لحمه لاني انا الجملي مش بحبها صحيحه يعني. فقلت لما اروح للجزار بتاع اللحمه البلدي، ان شاء الله باذن الله البلدي الجاموسي، يعني ان شاء الله باذن الله هجيب من عنده صحيحه. تمام. انما بصراحه انا مش يعني ما جربتش الجملي الصحيحه تبقى عامله ايه. بس جربتها مفرومه، جربتها حواوشي، جربت البرجر بتاعها، جربتها في الحاجات دي بتعجبني جدا بصراحه. تمام. طيب بصوا بقى، انا غسلت البانيه حلو قوي ونقعته في ليمون ودقيق وخليته زي الفل. واول ما صفى كده ميته خالص بعد ما غسلته حلو، عملت بقى التتبيله الحلوه اللي انتوا شايفينها دي، اللي انتوا اتعودتوا عليها معايا. جبت كده بصلايه، طماطمايه، قرن فلفل حراق، قرن فلفل رومي، ملح وفلفل، شويه بهارات. يعني ده بانيه فانا ما بكترش، بحط شويه بهارات شويه بابريكا بس في البانيه. انما لو تتبيله مشويات بزود زعتر وروزماري. تمام. ضربتهم في الخلاط حلو قوي قوي بقى، وحطيته مع البانيه. كسرت بيضايه كده عليه في التتبيله وسبته بقى منقوع. بصوا من اول يعني نقعته في التتبيله او سبته فضل في التتبيله من اول اليوم، من اول ما جبت الحاجه بتاعتي لحد بالليل لما عملته. انا عملته بالليل فسبته في الطبق لاني كنت ناويه اعمله. تمام. بس دي بقى الفرخه البيضه. الفرخه البلدي كمان غسلتها حلو قوي قوي. دي الفرخه البيضه كمان هغسلها حلو، وهاخد الصدر الكبير اللي فيها كده صدر كبير، هقطعه مكعبات او شرايح واعمله شاورما المره تانية. كمان يعني البانيه، كل البانيه عندي نص كيلو عامل 8 قطع، والقطعه اللهم بارك كبيره وحلوه جدا. انا قلت كفايه قوي قوي 7 قطع. كمان السبعه انا قطعت منهم واحده، فبقت 9 قطع، يعني كلهم على بعضهم بقوا 9 قطع. خدت قطعه بقى عندي 8 قطع. القطعه اللي انا خدتها زودت على الشاورما لان كانت تخينه شويه القطعه دي، فحسيتها انها تبقى احلى في الشاورما. زودت على طبق الشاورما اللي انا عملته. تمام. وخدت شويه كده من التتبيله اللي انا حطيتها. ده الكلام ده بقى بعد ما صورت وخلصت، وريتكم كل حاجه بعد ما خلصت. عملت بقى الموضوع ده قبل ما اشيلهم في الفريزر. تمام. خدت كده شريحه من البانيه اللي انا كنت شايلاها او حطها في التتبيله، وقطعتها كده شرايح،
ويعني حطيتها معاهم. بصوا بقى ب625 جنيه جبنا ايه؟ جبنا نص مفروم، عملنا منه كيسين، عملنا منه ربع وربع، ما شاء الله الربع اللهم بارك، مبارك فيه قوي ربنا قوي. تمام. جبنا كمان نص حواوشي، جبنا كمان نص بانيه وفرختين، واحده بيضه واحده بلدي. حابه تستبدلي البلدي بيضه تمام. انا بصوا التقسيمه بقى بتاعتي، انا البيضه قسمتها على طبقين، وخدت الصدر الكبير ده هقطعه شاورما قدامكم دلوقتي. تمام. والبلدي برضو قسمتها على طبقين، وهتشوفوا قسمتها ازاي، عملتها ازاي، والكلام ده كله. بس عايزه اقول لكم بجد والله، يعني لو حاولتي ان انت تدبري وتوفري وتعملي على قد ما تقدري، هتحاولي تلمي الدنيا. بص مش كل يوم هناكل لحمه وفراخ يا بنات، مش كل يوم، غلط على صحتنا اصلا. يعني اللي هو لازم نعود الولاد ان يوم كده ويوم كده الدنيا بتمشي. ممكن 20 يوم نقضيها لحمه وفراخ، وال10 ايام نبقى بقى نقضيها اي حاجه. اي حاجه بقى ممكن تعمليها في البيت. لو عملتي شويه مكرونه كده وجنبها بيض وشويه بطاطس محمره، اليوم هيمشي وهيبقى جميل جدا جدا. لو عملتي يوم كده عجه جنبها كده شويه بابا غنوج، اليوم هيمشي ويبقى جميل جدا جدا. هشارككم برضو ان شاء الله ميزانيه الخضار بتاعتي. وانا ميزانيه الخضار بمشيها بالاسبوع. تمام. ما بعرفش بصراحه الخضار امشي نفسي شهريا، لا خالص، لان الخضار مش هيقعد شهر كامل مصحصح كده وطازه وكويس، لا مش هيقعد اكيد. فانا بالنسبه لي الخضار بحب ان انا اجيبه اسبوعيا. كل اسبوع اجيب الخضار واخليه فريش كده في التلاجة عندي، استخدم فيه طول الاسبوع. اول ما يخلص بقى بنزل على طول الاسبوع اللي بعده اجيب حاجتي تاني. بقى الفرخه البلدي جبتها كده، هقطع الورك نصين، هخلي القصبه لوحدها والفخده لوحدها، لاني ما شاء الله الورك كبير، فانا حسيت لما يتقطع هيبقى افضل. تمام. وهقسمها بقى التقسيمه اللي انتوا هتشوفوها، هحطها على كيسين، كل كيس لوحده، والكبده والقوانص هخليها لوحدها. طيب انا كمان كنت جايبه ايه؟ كنت جايبه كبده، ده نص كبده كان عامل 45 جنيه. بس كنت جايباه مش يعني بره حسبه الميزانيه، كنت جايباه قبلها بيوم ومنضفاه وشايلاه في التلاجة. يعني ده كان بره حسبة الميزانية خالص، اني جايباه قبلها بيوم. قررت اعمله تاني يوم معاكم، قلت بقى هبقى مش فاضية وبنضف الحاجة اللي انا جايباها، وبنضف حاجة حاجة في البيت عشان المدارس. طبعا انا منضفة بس محتاجين ننضف تاني، مفيش مشكلة. تمام. فقلت هعمل الكبدة. بصوا بقى ما شاء الله اللهم بارك، عملت بقى كيسين من الفراخ البلدي وطبق شاورما، وتبلت البانيه. لو حابه تشيليه تمام، بس انا كنت هعمله تاني يوم فقلت ايه هخليه. وطبقين للفراخ البيضة وكده. تمام. برضو لو عوزنا حاجة في نص الشهر هنجيبها، مفيش مشكلة. يعني اكيد مش هنمشي شهر كامل بالميزانية اللي انا عاملاها، بس انا بديكي ابسط الميزانيات عشان انتوا تطلبوا مني ميزانيات كتير. فدي ابسط حاجة ممكن تعمليها اصلا، دي ميزانية بسيطة كده خفيفة، ما فيهاش تقول خالص عليكي، ان انت كده تنزلي تجيبي الحاجات دي. ولو حابة كمان، لو انت بتحبي الفراخ البيضاء اكتر في الشوي، في الحاجات دي يعني عموما، ممكن تستبدليها الفراخ البلدي بيها. تمام. جبت بقى كده بصلايه قطعتها، وهقطع بقى الفلفل، وعندي كان فلفل سبايسي كنت مقطعاه معاكم وشايلاه في الفريزر. انا ما بحبش حاجه تبوظ عندي يا بنات خالص، والله حقيقي ما بحبش حاجه عندي تبوظ. لقيت الجزر دبل كده، باخده بشوره واقطعه مكعبات واشيله في الفريزر، بينفعني مره تانية، بينفعني جدا 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 فوق ما تتخيل. تمام. باحب أوي الجزر المبشور أخده في السلطات، عمومًا أي نوع سلطة حلو. المكعبات باحتاجه في أي حاجة تانية، في البسلة، في أي حاجة تانية. طيب برضه الفلفل كان هيبوظ، فقُلت لأ، أنا قبل ما يبوظ بقى آخده كده أشيله دلوقتي في الفريزر، فقطعته كده حلقات وشيلته. قطعت فصين توم بقى حلوين كده، وقطعت قرن فلفل رومي. بصوا عايزه تحط اي زياده بقى او اي حاجه انت حابه تحطيها براحتك خالص. كنت بحط جوز الطيب بصراحه في كل الاكلات اللي انا بعملها، بس من ساعه ما قلت لي جوز الطيب حرام، انا عارفه ان هي حرام بس اعرف ان الكتير منها. فلا بصراحه اللي قالت لي كلمه اقتنعت بيها قوي، طالما الكتير حرام يبقى القليل منها حرام. فانا اقتنعت جدا بصراحه. استبدلتها بكبابه صيني، وما عنديش دلوقتي، فانا حطيت بقى بهارات في التتبيله بتاعه الكبده بتاعتي، ملح وفلفل بهارات وشويه بابريكا كده صغيرين. بس نزلت معلقه سمنه الاول، حبيت ادي الكبده صدمه كده حلوه وتشويحه حلوه الاول قبل ما انزل عليها اي حاجه، اي بهارات، اي خضار، او اي حاجه انا حطاها زي البصل، الفلفل، اي حاجه انا حطاها. كمان التوم، لازم توم جدا في الكبده، بيفرق قوي يا بنات، قوي قوي. التوم بيفرق قوي في الكبده وفي طعمها، بيخلي طعمها حلو قوي، سواء كبده فراخ او كبده بلدي، سواء ده او ده التوم مهم قوي فيها. شوحتها بقى تشويحه حلوه، ونزلت عليها بقى البصل بالفلفل بكل الكلام ده وملحتها. طبعا انا قلت لكم حطيت ملح وفلفل اسود وبابريكا وشويه بهارات اللي هي 7 بهارات.
بس هغطي عليها بقى واسيبها مع نفسها، هقلبها تقليبه واغطي عليها واسيبها مع نفسها. واول ما تجهز بقى معايا على طول خلاص هقفل عليها. الكبده ما تاخدش سوا قوي. تمام. عايزه اقول لكم ان هي مش هتغيب. كان عندي بقى شويه مواعين كده قلت اغسلهم معاكم قبل ما نخلص الاكل. كان الاكل على النار، وبحب كده ان انا اخد المواعين كده قبل ما الاكل يجهز، بحيث ان انا اكل بقى واقعد استجم شويه. يبقى مفيش غير مواعين اللي كلنا فيها، اللي هو الاطباق اللي كلنا فيها، الصينيه اللي كلنا فيها، الحاجات اللي احنا كلنا فيها هي بس اللي عايزه تتغسل. تمام. بس هي دي الفكره كلها. طيب ان شاء الله باذن الله خلاص كام يوم كده وانزل اجيب حاجه المدرسه. انا بنزل في التوقيت المناسب ليا يا بنات، يعني انا بشوف امتى التوقيت المناسب ليا ان انا اقدر انزل فيه، وهنزل فيه ان شاء الله. فانا خلاص هانت جدا، وانا عارفه ان انتم متشوقين لفيديو المدرسه جدا. بس محتاجه منكم كده لايك وتشجيع حلو واشتراك لو انت اول مره تشوفي قناتي. كمان يا بنات الفيديو اللي فات وقع قوي 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 قوي، يعني اليوتيوب ما اقترحوش كتير وانتم مقصرين معايا فيه. يعني كتر خير كل حد بيدخل القناه بصراحه ويتفرج ويشوف وياخد من وقته شويه ويتفرج على القناه. تمام. بس حاولوا كده بقدر الامكان انتوا ترفعوا لي الفيديو اللي فات، اللي ما شافوش ما حطش لايك، اللي شافه يشوفه تاني مفيش مشكله يعني. تمام. شكرا والله بجد لكلامكم وكل اللي انتوا بتقولوه لي وتشجيعاتكم الحلوه، اللي حقيقه حقيقي بتفرق معايا جدا 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 وبتخليني ان انا عايزه اصور. والله ان كنت بصور في القناه وبشارككم يومي عشانكم، عشان انتوا حابيني حابين القناه، فمش عايزه ان انا اخسر القناه واخسركم. بس انا حقيقي يعني يعني عارفين مش عايزه انقل لكم حاله اليأس اللي عندي من ناحيه القناه. بس ان شاء الله باذن الله كله خير من عند ربنا. ادعوا لي دعوه حلوه كده. وخلصنا الاكل بقى بتاعنا خلاص. وده كان فيديو النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. عملت بقى شويه بطاطس محمره كده حلوين جنبها. حط لايك للفيديو واشتركي في القناه، ادعوا لي دعوه حلوه. ان شاء الله باذن الله كده الفيديو يكون اداكم فكره ولو بسيطه. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. توحشوني. باي باي.